تعال اقول لك، لو انت عايز تتعلم مانوال او اوتوماتيك ازاي تختار تتعلم الاول مانوال ولا تتعلم اوتوماتيك على طول. ناس كتير بينصحوك في الموضوع ده بس محدش ادالك الدليل القاطع. انا مؤمن الجزار، ودي صفحة بتاع تعليم سواقة. بص بقى يا سيدي، انا جاي لك من المستقبل وبقول لك ان مفيش حاجه اسمها انك لازم تتعلم مانوال من البدايه زي ما الناس كلها بتقول لك، لان المانوال ده صح. هو فعلا الفكر ده صح، والناس دي كلها بتقول كلام زي الفل. بس في نقطه بقى انت ما انتش واخد بالك منها، ان لو انت هتشتري عربيه اوتوماتيك او في عربيه اوتوماتيك موجوده اصلا بالفعل عندك في البيت، يبقى لازم انك انت تتعلم اوتوماتيك على طول. ليه؟ لان المانوال ساعتها من قله انك انت تستخدمه هيبدا ان هو يتفرغ من مخك، وما عدتش هتبقى قادر انك انت تفكر ازاي كنت انت بتطلع وتقف بالمانوال. يبقى احنا دلوقتي لو انا في الوقت الحالي ده انا هشتغل في شغلانه فيها عربيه مانوال، او انا فلوسي تجيب عربيه مانوال، او انا في البيت عربيه مانوال او عربيتين، واحده مانوال وواحده اوتوماتيك، يبقى في الوقت ده المانوال موجود على طول. اذا في الحاله دي انك انت تتعلم مانوال زي ما الناس قالت لك. انما لو انا فرضا ان انا طالع على شغل على طول اوتوماتيك، او العربيه اللي انا هشتريها اوتوماتيك، او ان انا اللي متواجده قصادي بكثره هي الاوتوماتيك، يبقى في الحاله دي ما تتعلمش مانوال وتسمع كلام الناس، لان المانوال من صعوبته المخ هيرفضه. وده لان انت كل يوم بتستخدم الاوتوماتيك وكل يوم طالع بالعربيه الاوتوماتيك بتاعتك، فانت ساعتها المانوال مش هيفيدك بحاجه. لو جيت بعد شهرين تقول قدامي عربيه وعايز اتحرك بيها، هتلاقي كل الكلام ده اتنسى من معاك. تابعوني. اول حاجه الصلاه على النبي، تاني حاجه اللايك والشير والفولو بتاعك، هتدعموني بجد.